سبت البيت يا بنات كده ورايحه عند صاحبتي ايه الفيلا بتاعتها، وقلت خلاص بقى انا مش راجعه تاني، انا زهقت بجد من العيال، ورايحه لوحدي كده، وخدت الشنطه بتاعتي فيها هدومي وفيها فسيخي وفيها كل حاجه، ورحت اخبط ايه عليهم الفجر. قولوا لي ها يا بنات، ده يصح الصحيح ولا ما يصحش الصحيح؟ تمام. المهم يا بنات ايه، دخلت كده لقيتها بتقول لي مالك يا اختي جايه كده ليه، في ايه؟ رحت قلت لها شفتي اللي حصل لي يا اختي؟ خدت طبعا الشنطه مني الاول عشان عارفه ان انا بدخل بخيري ومالي ومحتالي كده يعني. اول ما فتحت الشنطه ما لقيتش فيها الا ايه الشنطه دي. بتقولي ايه الشنطه اللي ريحتها منتنه دي؟ قلت لها تعالي يا اختي، ده انتوا كلكم هتتلموا عليا اعرفك الشنطه دي فيها ايه. المهم يا بنات كده اهو، رحت طالعه، رحت جايبه الشنطه يا بنات، قلت لها تعالي ده انتوا هتتلموا حواليا دلوقتي. جاي لي فسيخ من نبارو يا بنات، اول مره اجرب الفسيخ بتاع نبارو. جاي لي فسيختين الواحده قد ايدي كلها. المهم قلت اما انضفهم كده تمام. كنت اول مره بقى يجي لي فسيخ كبير كده بصراحه ومش متنضف، وجاي لي دلع وجاي لي حادق، بس انا بموت في الحادق بموت فيه. وجالي سردين وجالي رنجه بتاع شم النسيم، ولا ايه يختش الاسعار في الارض. اقول لهم ازاي يا جماعه الاسعار دي؟ هو فسيخ بايظ ولا ايه ولا في ايه يا جماعه؟ قالوا لي بس تجربي الفسيخ وانت هتنسي ان انت كلتي فسيخ قبل كده. المهم قلت اما انضفه كده واشوف، وعماله طبعا وانا بقى ايه عماله اكلم صحابي اقول لهم ده انتوا في حياتكم هتاكلوا فسيخ زي ده؟ ما تاكلوا فسيخ زي ده. في الاخر اتصدمت. المهم يا بنات قعدت انضف كده انضف فيها، واقول لصاحبتي ايه يا بنت قربي الكاميرا ومحدش يدعوا بوشي، عشان انا قلت لكم انا بقشر وشي فوشي محمر جدا، فللاسف مش بقف قدام اضاءه كتير. تمام. نضفت كده الفسيخ وجبت الفسيخ الدلع، وقلت لها يلا نضفي لي الصينيه دي. فتحت قلت اما ابدا بالدلع الاول، مش دلع قوي يعني ايه عادم شويه كده، ابدا بالدلع الاول. لقيته احمر كده يا بنات دم. قلت هو في ايه يا جماعه؟ هو بايظ ده ولا ايه؟ لا مش للدرجات دي، مش للدرجات دي. بدوق الفسيخ يا بنات لقيت نفسي في حياتي ما اكلت فسيخ زي ده، اقسم بالله العلي العظيم. وعاملين عروض عشان شم النسيم يا بنات، ضرب نار فسيخ نبارو. اول مره في حياتي يجيلي الاحجام دي. عايزه تعزمي صحابك تعزمي اهلك، عايزه فعلا عزومه تشرف، هو فسيخ نبارو. تمام. فتحت كده كله، ما كانش طبعا عندهم مقص عشان هم ناس لا حول بهم ولا قوه، شحاتين زي ما انتم شايفين كده. المهم بهزر طبعا. المهم يا بنات رحت ايه فتحت كله كده، قلت لازم افتح كله قدام الكاميرا عشان لو في اي حاجه تبان كده ايه قدام الكاميرا. تمام. فتحت كله كده قدامكم يا بنات، ولا مثلا اختفيت دقيقه ولا اي حاجه، انا بفتح كله وانضفه قدامكم. من كتر ما كنت شامه الريحه ومش قادره بصراحه، طلع ريحته تحفه وطعمه اكتر من التحفه. وكمان يا بنات بجد الناس اللي حاطه اسعار واستغلال وبيستغلوا الناس علشان فعلا بيبقى في ناس نفسها في الفسيخ او كده، لا ده اسعار في الارض. اقسم بالله يا بنات اسعاره تحفه، ارخص فسيخ واطعم فسيخ ممكن تتخيليه. انا عايزاكي بس تدخلي تقولي لهم انا عايزه العرض بتاع دعاء محمود. جبت بقى الاثنين الكبار اللي هو قال لي انا باعت لك فسيختين كبار حادقين. جبته كده يا بنات وفتحته واتصدمت من جماله وطعمه. مش قادره اقول لكم، عارفين الحاجه اللي فيها شمخه دي اللي عايزه تفضلي طول الوقت شماها؟ هو كده حلوه قوي حلوه قوي حلوه قوي. انتوا عارفين ان انا في واحده معينه كنت باكل من عندها فسيخ، ما كنتش برضه اعمل اعلانات لاي حد، بس لا فعلا لما واحده صاحبتي قالت لي فسيخ نبارو اجمل فسيخ، وكان الست اللي هي متابعه معايا بتكلمني قالت لي جربي يا دعاء ولازم تجيبي عندنا البيت. والله يا بنات جربته، ايه ده احنا طبعا زي ما انتم شايفين كده ما كناش قادرين، يعني ما كناش قادرين نكمل. ما كنتش قادره اكمل الفيديو بصراحه يا بنات. انتوا عارفين ان انا بموت في الفسيخ، ووشي بقى كان حارقني، بس ده كله ما همنيش، هو ده كله همني ولا همني الكلام ده كله. المهم قعدنا كده ايه نحاول نفتح فيها زي ما انتم شايفين كده، حلوه قوي وطعم قوي وطعمه رهيب رهيب. ما كنتش قادره، انا اسفه على المنظر لان بجد المنظر زي ما انتم شايفين مغري للغايه. اما السردين اما الرنجه وعيش بقى وفلفل يا بنات بجد. يعني احنا قضينا شم النسيم قبل شم النسيم، وطبعا طلبت اوردر تاني شم النسيم لانه كان باعت لي اوردر كبير، بس كلنا نزلنا عليه حتتك بتتك مش قادره اقول لكم. بصوا بقى الرنجه الناعمه وطعمه ازاي، الرنجه دايبه. عارفين يعني ايه دايبه؟ عمري في حياتي ما اكلت رنجه دلعه كده ودايبه. وعايزه اقول لكم لو الاوردر جالكم غير بتاعي يبقى بحق، اقسم بالله العلي العظيم كل الشغل اللي عندهم بعتلي من الشغل اللي عندهم، كل الشغل اللي عندهم زي اللي عندي بالظبط. اللي عايزه تخزن او عايزه تاخد فسيخ لعيد الربيع لشم النسيم تدخل تشوف اسعاره وجماله وحلاوته. عايزه فعلا تعملي وليمه ويشرفك قدام صحابك فسيخ نبارو. واكيد الناس اللي مجربه فسيخ نبارو او الناس اللي هي من
المكان ده، انا مش عارفه هو المكان ايه بالظبط، هتعرف الجمال بتاعهم. لاني انا بصراحه انا اول مره اجربه مش هكدب. ده بقى السردين كان مغرقه في زيت زيتون يا بنات. طبعا اللي مش بيحب زيت زيتون يقول له انا عايز سردين بالزيت العادي، بس حبيته قوي يا بنات بصراحه بزيت الزيتون، مع اني كنت اول مره اجربه. قعدت اقول لهم بصوا، عارفين الانشوجه او الانشقه، انا مش عارفه اسمها ايه بالظبط، ده طعمها بالظبط يا بنات. عارفين العلبه اللي احنا بنجيبها كده فيها فسفوستين ب 52 وب 70 جنيه؟ لا، العلبه دي ارخص بكتير. تمام. والتانية بيبقى فيها وحدتين. شوفوا بقى دي بيبقى فيها كام واحدة. هنا بقى كنت بصور لكم الأكل وجماله ونضفته بعد ما نضفنا. وعايزة أقول لكم نسفناه. عارفين يعني إيه نسفناه؟ أقسم بالله يا بنات الأكل اتنسف بجد. أنا بسجل لكم الفيديو وريقي بيجري مش قادرة. طبعا أنا عايزة لايكات كتير، لأن أنا جايبة لكم عرض دعاء محمود اللي انتوا مش هتتخيلوه. أنا عاملة لكم عرض فظيع. وهنا طبعا كنا خلصنا. لايكات كتير. باي باي.